السلام عليكم وصلوا على محمد وآل محمد. إخواني، هذا الرسام اللي تطلع خلفي بعض أعماله، أقول بعض أعماله، اسمه علي حيدر محمد. الرسام علي حيدر محمد، وعنده مواقع من على وسائل التواصل الاجتماعي، على اليوتيوب، على التيك توك، على هذه المواقع اللي نتابعها كل احنا. فالرسام علي حيدر محمد إنسان مبدع، يرسم بيده مثل ما يرسم برجله. جل جلال الله على هذه الموهبة وهذه الاستطاعة. أقول هذه الموهبة التي يجب أن تدعم من قبل الدولة، من قبل الأخوة، كل الأخوة العراقيين، لأن علي حيدر وكل المبدعين الذين ميزهم الله بالإبداع من واجبنا ومن حقهم علينا أن ندعمهم إعلاميا، ندعمهم بالدعاء بالتوفيق. الأخوة المسؤولين دعمهم ماديا ومعنويا، إبرازهم إلى الإعلام. هؤلاء مبدعون ومبدعون على طريق الحق وعلى طريق ما يرضاه الله سبحانه وتعالى. قلت الأخ علي حيدر محمد من كربلاء إنسان مبدع ويحتاج إلى دعمنا طبعا. هو وفقه الله بإبداعه وموهبته، وعلينا إحنا كإخوة كمسلمين كأبناء بلد واحد أن ندعمه وندعم أمثاله من الذين من الله عليهم بالإبداع، كأن يكون قارئ قرآن، كأن يكون رسام، كأن يكون فنان، كأن يكون رادود، كأن يكون منشد، دكتور، مهندس، مدرس. كل هذه المواهب أقول من واجبنا تجاههم، تجاه بلدنا، أن تدعم وترفع أسماءهم وتبرز مكان شنو؟ مكان المحتوى الهابط والمحتوى المنحط والمحتوى المتسافل الذي أخذ ينتشر مع شديد الأسف. لا تنسوني والدي من خالص دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.